السلام عليكم. الكبد الدهني للوهلة الأولى أول ما بتسمع الاسم تفتكر إن السبب فيه هو الدهون، ويمكن ده فعلا كان السبب في بداية حرب كبيرة اتعملت على الدهون، وإن هي ممكن تسبب مشاكل صحية كتيرة جدا. ولحد دلوقتي في ناس معتقدة إن الدهون أيا كان نوعها هي غلط وما ينفعش إن أنا أستخدمها في أكلي. زمان كان أي حد بيكشفوا عليه ويلاقوا إن هو عنده كبد دهني كان معروف إن الشخص ده بيشرب مشروبات كحولية، كان ده السبب الوحيد ليه. لكن في آخر الثمانينات وأول التسعينات بدأ يبقى فيه سبب تاني للكبد الدهني. لما عاداتنا الغذائية اتغيرت بقى ليها تأثير على جسمنا، بقى الأكل نفسه ممكن يسبب كبد دهني. أي حد دلوقتي هتشوفه وهتلاقي إن محيط الوسط بتاعه كبير، أو هتلاقي إن هو عنده كرش، من غير ما يكشف يعرف إن ده شخص عنده كبد دهني. ودلوقتي بقى الكبد الدهني ومقاومة الأنسولين الاتنين مرتبطين ببعض بصورة كبيرة جدا. كل التجارب والابحاث اللي اتعملت دلوقتي على البني ادمين او على الحيوانات لقوا ان في سبب رئيسي للكبد الدهني، والسبب ده هو السكر الابيض. السكر الابيض عباره عن جلوكوز وفركتوز. الخلايا بتاع جسمنا عارفه الجلوكوز وبتعرف تتعامل معاه، لكن الفركتوز بالنسبه ليها حاجه غريبه. واي حاجه غريبه بتدخل جسمنا اول مكان بتروح فيه هو الكبد. الكبد مسؤول عن تطهير الجسم من السموم ومن اي حاجه غريبه، بتروح على الكبد وبتعمل دهون. لما بنيجي ننصح اي حد ان هو يمشي على نظام غذائي، رقم واحد ان هو لازم يوقف سكر. لازم يوقف، لان السكر ده احنا بنعتبره ان هو سم، فده مش اختيار. النصيحة اللي احنا بنقدمها لكم النهاردة ان حاول على قد ما تقدر السكر لازم يقف، لازم توقفه بالتدريج. وكبداية لو انت مش قادر حاول ان انت تستبدله بحاجة زي الاستيفيا، وبالتدريج واحدة واحدة لازم توقفه. وخلوا بالكم لان اطفالنا احنا بنصدر لهم عادات غلط. دلوقتي بقى في اطفال عندها كبد دهني، والموضوع سهل. اول حاجه بتخف هي الكبد الدهني، لان زي ما انتم عارفين وزي ما قلت لكم قبل كده، انا لما باجي امشي على نظام غذائي او في البدايه خالص لما باجي ازيد في الوزن انا بزيد من بره لجوه، لكن لما باجي اخس بخس من جوه لبره. فاول حاجه بتتعالج هي الدهون اللي موجوده على الاحشاء، ومنها الكبد الدهني. فالموضوع علاجه سريع، لكن مش سهل ليه؟ مش سهل عشان انت محتاج ان انت تاخد قرار هيساعدك في ده. خلوا بالكم من صحتكم، ولازم توقفوا سكر ابيض. شكرا.